اهلا يا رمزي. خير؟ بخصوص القضيه اللي انت ناشرها النهارده تحت عنوان قضيه الدقي. ايه؟ عندك اخبار تقدر تقولها لي؟ بقول لك ايه، انت عارف القضيه دي تهمني وعايز اعرف كل حاجه عنها. ابدا، مفيش يا سيدي اكتر من الاخبار اللي انت عارفها، وبعدين بعض المعلومات البسيطه جدا مؤجل نشرها. انا بقى عايز اعرف كل حاجه عن المعلومات اللي مؤجل نشرها، ده بصفه شخصيه وديه. اذا كان بصفه شخصيه وديه انا ما عنديش مانع. ثانيه واحده. في يا سيدي معلومات بتقول ان الراجل اللي حفر اكلاشيهات المستندات المزوره اسمه هجوب مرديان. اكلاشيهات المستندات المزوره هجوب مرديان؟ ايوه، المستندات اللي اتسجن بسببها هاشم منصور 5 سنين. ايوه، بس ليه مؤجل نشرها؟ ده يا سيدي بناء على طلب من النيابه، ولانه قبل كده ما جاتش سيرته في التحقيقات خالص. الله، طب وازاي المحكمه ما استدعتوش اثناء محاكمه هاشم منصور؟ وده بقى لغز مطلوب تفسيره. تعرف يا سليمان انا متصور ايه؟ ايه يا رمزي؟ اقول لك ان هجوب دوت اكيد شريك ادهم فخري، وان ادهم فخري هو اللي دبر عدم استدعاء هجوب اثناء سير القضيه. يا سلام، طب ويخفي سيرته ليه؟ لانه اكيد مستفيد من حصر التهمه في هاشم. يعني اللي يقدر يدينا الحقائق كامله في قضيه تزوير المستندات هو هجوب نفسه. بالظبط، وبالشكل ده هينكشف سر جريمه الدق. بس فين هجوب ده؟ انا هنكش في الموضوع ده. ازاي يا بطل؟ لا، انا ليا طريقتي يا حبيبي.